السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دورة ال HTML. في الحلقة الماضية تعرفنا على أهم الرسوم والتي تستعمل في المواقع. يمكنك متابعتها داخل الدورة. فحلقتنا لهذه اليوم ستكون حول رسوم العناوين، رسوم العناوين التي يمكنك أن تكتب بها العناوين، وهي التي تقوم بتكبير الخط وتصغيره إلى غير ذلك. فنبدأ مباشرة بأول أول وسم. هذا وسم العناوين ينقسم إلى 6 رسوم سنتعرف عليها كاملة في هذا الفيديو. كما تلاحظون، أول وسم هو تقوم بكتابة h1 ثم سلاش h1 مع فتح الرسوم. كما تلاحظون هنا قمنا بكتابة h1 ثم قمنا بغلقه هنا مع إضافة سلاش. بهذا الوسم نقوم بإغلاق ال h1. وهنا يمكنك كتابة أي شيء يمكن أن يظهر على شكل مثلا. لاحظوا معي بهذا الشكل. سنرى كيف سيكون هذا العنوان داخل هذا الوسمين. لاحظوا معي، سنقوم بحفظ. أولا نقوم بحفظ عن طريق الضغط على كنترول اس، ثم سنرى نقوم بوضعه في المتصفح. كما تلاحظون قام بوضعه بشكل كبير وواضح. فكما تلاحظون هذا هو وسم ال h1. هناك أيضا وسم ال h2. سنلاحظ الفرق. هناك وسم h2 h3 h4 h5 h6. سنرى الآن h2 ثم h3 ثم 6 هو آخر وسم يمكنك إضافته. فلاحظوا معي الفرق الذي سيكون بين هذه الوسوم. نقوم بحفظ النموذج ثم سنقوم بعمل ريفريش للصفحة. كما تلاحظون هنا فالأولى الأولى كانت كبيرة شيئا ما، ثم إلى الثانية وتندرج إلى السادسة وهي صغيرة جدا. فكما تلاحظون هذا هو اسم ال h1 من h1 إلى h6. فهو سهل، ليس به أي صعوبة. يمكنك كتابة أي شيء داخله، فقط قمت بكتابة هذا النص المثال على شكل مثال. فيمكنك كتابة أي شيء تريده داخل هذا الوسم. وكما تلاحظون تم ترجمته بدون أن يظهر ال h1 ولا أي شيء. فهذا هو وسم، أو هذه حلقة هذا اليوم أو هذا الدرس. أتمنى أن الشرح يعجبكم، وأتمنى أن تضعوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب، وثم الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء، نلتقي في حلقة ودرس جديد إن شاء الله.